اللاعب المغربي أمين عدلي يتألق خلال المباراة التي جمعت فريقه باير ليفركوزن ضد فريق تشوتغارت بعدما كان تشوتغارت متقدم بهدفين مقابل لا شيء. الجميع ظن بأنها ستكون الخسارة الأولى لباير ليفركوزن، إلا أن اللاعب المغربي أمين عدلي فاجأ الجميع وسجل هدفا جنونيا أعادهم إلى المباراة. هدف أمين عدلي الذي ساهم في إنقاذ تشابي ألونسو وباير ليفركوزن من أول هزيمة لهم في الدوري الألماني هذا الموسم. رفاق أمين عدلي يدركون التعادل أمام تشوتغارت في الدقائق الأخيرة، وهي المباراة رقم 46 من دون تلقي أي خسارة في جميع المسابقات. كما العادة باير ليفركوزن لا ينهزم. هدف اللاعب المغربي لقى إعجاب كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عشاق اللاعب أمين عدلي.